السلام عليكم. اليوم جيتكم المعسلات الجزائرية اللي هو القريوش. يوجد فيه وقفة بدون آلة توريغ، غير بالحلال وانت خدمتيه ما يعيك ما يغبنك. في وقفة انت وجدتي كما تعرفوا عيد الأضحى تاع حاجة خفيفة حلويات. نبدأ في المكونات. عندنا 4 كيلو تاع فارينة. أنا عبرت بهذا الكاس وانت تقدري تعبري بأي كيلو حبيتي، تحبي تكبري تحبي تصغري. كما قلت لكم هذو الفارينة نديرو 4 كيلات، كونوا مغربلين بطبيعة الحال. قرصة تاعنا تاع الملح ما ننسوهاش، ملعقة خل، نزيدو عليها نصف كيس خامية الحلويات. انا لهنا درت نصف كيس خاطر الكاس تاعي شويه صغير. نتوما الا كان الكيس تاعكم كبير زيدوا الكميه تاع خامية الحلويات، والا كان صغير على الكاس تاعي كذلك تقدروا تنقصوا. ونزيدوا عليهم الكيلة ناقصه اصبع سمن، تقدروا تعوضوها بالزبده اللي عادي. وشنو هي السمن تاعنا ولا الزبده اللي لازم يكون دايم مسبقا وبارد، ما يكونش سخون وما يكونش جامد، هكذا بالقوام اللي راكم تشوفوا فيه. ونحاولوا ندخلوا المكونات في بعضهم بعض تدريجيا. من الاحسن تكون اناء اكبر من هكذايا، ما نقدرش نخدم على راحتي هكذا. هنا جبت جفنه ونبداو ندخل هكا كيما بهذه الطريقه. تبعوا الخطوات جيدا باش ينجح لكم. هو ماهوش واعر، في وقفه وجديه قلت لكم بدون آلة توريق. واذا خرج لكم كيما هكذا انا عندي خرج لي حبيبات شويه، تقدروا تجيبوا الغربل وتغربلوه. نزيدوا عليه ملعقه فانيليا، هكذا انا غربلته ولا لي شباب. ونجيبوا كيله مخلطه ماء وما زهر يكون دافي شويه ما يكونش بارد. ونجمعوا المكونات مع الماء. ما تكونش العجينه تاعي لا يابسه بزاف ولا طريه. الا كان طريه حتعذبيك تكوني تخدمي فيها وما تخرجلكش القوام اللي كي حباتو بعد ما يطيب. واذا كانت يابسه بزاف ثاني حتى تغمرك تكوني تحلي فيها بالحلال تجيك يابسه بزاف. هكذا لا يمكن المكونات تاعنا ما تزربوش في الماء. انا جاتني كيله ما جاتني سوسوه من نفس الكيل اللي عبرت به جاني تحمى. وانتم كل واحد كل وحده وفارينه تاعها الدقيق تاعها. هكذا نخدموها شويه العجينه تاعنا، ماشي نليموها ونحطوها، نحاولوا نخدموها شويه. خدموها كما راكم تشوفوا فيا، ماشي نديركوها كيما المعارك ولا ما باليش انا، لا لا، يعني شويه لازم نخدم. نغطوها بكيس بلاستيكي خلوها تريح ربع ساعه ونعاودو نولو ليها. نقطعوها الان الى 4 قطع متساويه. نجيبو لاكوبا تاعنا هكذا قسموها بهذا الشكل. ولا هنا نخدموا الكويرات تاعنا شويه باش تخرج لنا العجينه مليحه هكذا بهذا الشكل. خدمهم فيها بعض بهذا الشكل. نديروا لهم كيس بلاستيكي ونخليهم ثاني يرتاحوا الى ثاني مره 10 دقائق. صدقيني بدون آلة توريق راح توجديهم في وقفة ما يشدوش الوقت ويخرج لذيذ جدا. لهنا نستعين بالمايزينا نشاء الذرة. نفتحوا العجينة تاعنا وهكذا بهذا الشكل طوليا. تبعوا الخطوات خطوة بخطوة ينجح لكم بإذن الله. تبعوا الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا كامل الأسرار تاعو وتنجحوا فيه بإذن الله.
بما انكم وصلتوا لهنايا معناتها عجبكم الفيديو، عجبتكم الحلويات تاعنا، ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش تشترك وتفعل زر الجرس وتخلي لي كومنتير شباب مع كما حنا نقولوا لهم عواشر عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله يعد علينا بالصحه والهنا، واللي صايمين صحه فطورهم. ولا هنا نعاود نقولوا العجينه تاعنا نطوي بعد ما درت نشاء الذره، حليتها مليح ودرت لها نشاء الذره، نطويها بهذا الشكل كما شفتوني، ونعاود ثاني نزيد نطويها هكذا ونخلوها ترتاح. نزيدوا الكره الثانيه، نفتحوها شويه كما قلت لكم نستعينوا دائما بنشاء الذره ماشي بالفرينه. هكذا نفتحوها كامل، نديروا نشاء الذره، ما تكثروش بزاف خاطر من بعد كي تولوا تقلوا فيها حتى الزيت تاعكم تتوسخ لكم بالخف، يعني نديروا شويه شويه كما راكم تشوفوا فيا. هكذا نطويهم كامل، نخدموا كامل الكميه تاعنا بنفس الطريقه ونخلوهم يرتاحوا. كذلك دائما الفرينه كما تعرفوا كي نخدموا بها لازم ترتاح. خليتها ترتاح لي 5 دقائق وعاودت جبتها. دوك نفتحوها قيقه حوالي 1 مليمتر او 2. هكذا بهذا الشكل نحلوها مليح، ما تخلوهاش خشينه بزاف بزاف، ما تخلوهاش رقيقه، يعني بدون التوريق يخرج لك ما شاء الله. دوك تشوفي تبعوا برك الفيديو الى الاخر. لهنا ندير نشكلها على حسب واش راني حابه. انا ندير 12 سنتيم على 15 سنتيم الشكل تاعها مستطيل، 12 سنتيم على 15 سنتيم. وانتم تحبوا تكبروا ولا تصغروا هذيك حاجه تخصكم نتوما. هكذايا نستعينوا بهذا الرولات تاع القريوش، نقطعوا بها اللي تكون مدرجه، لازم تكون مدرجه. نضغطوا شويه ونقسموها لداخل الى مستطيلات. عفوا هنا ما بانتليش مليح، مي دوك نخدم معكم حبه واحده اخرى تشوفوها مليح. صدقوني والله غير ساهل هذا المعسلات. شوفوا هكذا نقطعوه الى شرائح، وشنيا ما نوصلوش للاطراف منه، نقطعوا غير للداخل، نخليو حوالي 1 سنتيم باش نلحقوا للاطراف هكذا. ونطويوها على 2. نبعدوا العجينه تاعنا باش نقدر نفهمكم. نطويو العجينه تاعنا على 2 ونزيد نطويها مره ثانيه على 2، معناتها طويتها على 4 مرات. ونجيب الحلال تاعي نزيرو هذه الاطراف هكايا شويه ونقطعوها بالروله ثاني بهذا الشكل هذا باه يجينا الشكل تاعها النهائي الشباب. واي وحده مبتدئه تقدر تخدم هذا القريوش. شوفي هكا نفضل غير شويه باش يسقم لنا الشكل تاعها يخرج ما شاء الله. نزيدو حبه واحده اخرى باش تفهموني مليح.
كما فهمتكم ما تحلوهاش رقيقه رقيقه بزاف، ما تحلوهاش خشينه، يعني 1 مليمتر او 1 ونصف. نعبروا بالمسطره تاعنا. انا قلت لكم درت 12 على 15، وانتم يعود لكم الاختيار. بالرولة تاعنا اللي تكون مدرجه. نقطعوا المستطيل. ننصحكم باش تجربوه، ماذا بكم ديروه اليوم باش غدوه ان شاء الله تصبحوا تسقهواو به، تشربوا قهوه. هكذا نقطعها الى شرائح كما وصيتكم، ما توصلوش للاخر، دائما خليه 1 سنتيمتر باش توصلي للاخر، ما تقطعيهش. هكذا نطويوها على 2. اذا كانوا مازال متلاصقين تقدري تفتحيهم باليد شويه، ما تخليهمش هكاك متلاصقين، عاودي زيدي فتحي كما كتشوفي هكذايا، فتحيهم وزيدي طويهم مره اخرى على 2، يعني 4 مرات تطوي فيهم. ونجيبوا الحلال تاعنا عادي، نزيروا الاطراف شويه نحلوهم، ونقطعوهم بالروله هذه المدرجه، لازم تكون مدرجه باش يخرج لنا الشكل تاعهم شباب. شوفي كيفاش نخدموها. نحكم الطرف اللي منا ندخلو في الوسط ونخرجوا من الجهه الفوقانيه، يخرج لي الشكل اللي راني حباته. شوف عاود لكم مره واحده اخرى ثالثه باش تفهموا مليح. شوفوا كيفاش قطعوهم الشرائح، ما نوصلوش الاطراف منه من هكذا شرائح متوسطه، ماشي خشينه بزاف ماشي رقيقه، باش يخرج لنا الشكل شباب. هكذا ونجيبوا الحلال تاعنا كيما عارفين، نزيروا الاطراف بهذا الشكل، نجيبوا روله كذلك. الاطراف لازم نزيروهم باش كي نديروها في المقله ما تعاودش تنحلي. هكذا نجيبوا الجهه الفوقانيه وندوروها ونخرجوها من الجهه اللي مليح، ننفضوها شويه ويتقم لنا الشكل تاعنا. ونكونوا سخنا المقله تاعنا بها بالزيت هكذا، ونديروها تنقله، تكون الزيت دافيه سخونه يعني، ثم لازم تبدا تغلي، تكونش سخونه بزاف خاطر هكاك تحرق لك وما يجيش الشكل تاعو شباب. شوفوا نشدها بالفرشيطه منا ولا بالمغرف غير بشويه بالك تقطعوها، ونهزوها بشويه بشويه باش نفتحوا هذوك الشرائح اللي عندنا اللي فيه، ويجي الشكل تاعو شباب غير بشويه حتى تنفتح لك العجين تاعك. شوف كيفاش تنفتح لك، راني نهز فيها ونرميو عليه. نبداو في هذه المرحله نبداو نرميو عليها الزيت بالملعقه. يعني صدقني اي مبتدئه تقدر تحضر هذا القريوش اللي راه في قلبها الذوق تنوض تحضره بصحتها. وبعد ما يطيب لي عاد ما نعسلوش على خضره، نعسلوش اني حابه نستهلك في ذاك الوقت. كي نحب نزيد نحط منه ولا نستهلك منه نعسل وناكلو ديريكتومون، ما يتعسلش ويقعد. العسل ما يتغمرش فيه هكاك، شغل نديرو غير شويه من الفوق. فوالا هكا نقلبوها، نبقاو نرمو عليها في الزيت.
ولهنا ها الشكل النهائي. شوفوا كيفاش خرج ما شاء الله. كما قلت لكم ما يتعساش هو على خاطر تعسلي الكميه اللي راكي حابه تاكليها والباقي يتخبى. وقت ما حبيتي تزيدي تستهلكي تجبدي تعسلي وديروا الجلجلان محمص من الفوق، يعني يجي ما شاء الله بصحتكم. شهيتكم بالجنه اللي راهم صايمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. شوف كيفاش تخرج ما شاء الله. ما تنساونيش جيم كومونتير شباب كيما قلنا لكم، سبسكرايب اللي مازال ما اشتركوش معايا، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.